فرصة سفر لألمانيا بدون الحساب المغلق اللي هو مشكلة ناس كتير، وناس كتير بتتضايق منها ومش بتقدر تجمع مبلغ الحساب المغلق، وشروطها كمان سهلة جدا. أنا بالنسبة لي شايفاها فرصة حلوة قوي. تعالوا هكمل لكم ايه هي التفاصيل. السفر ده عن طريق التطوع، ان انت تروح تيجي هنا ألمانيا تتطوع سنة من عمرك، بتتطوع بوقتك، بتاخد مبلغ بسيط قوي. هما بيوفروا لك السكن والاكل والشرب، بعض المؤسسات بتوفر كده، وبعضها بتدي لك فلوس وتقول لك انت هات سكن واكل وشرب لوحدك. النظام ده في ايه بالظبط؟ ايه المجالات، الشروط؟ ده اللي هقوله لكم دلوقتي. المجالات كلنا عارفين ان المانيا فيها نقص في مجالات معينه زي رعايه المسنين، وزي مثلا رعايه المعاقين. في مجالات معينه المانيا فيها نقص، فهم دول بيبقوا عايزين ناس تشتغل في المجالات دي. فانت بتدخل على لينك انا هحطه لكم تحت في الكومنتات، بتلاقي مؤسسات طالبه متطوعين. اتنين ايه مؤسسات بيتقسموا لنوعين. نوع بيدي لك 500 يورو بس، هو بيوفر لك السكن والاكل والشرب، وده انا بفضله. ونوع تاني بيدي لك 850 يورو في الشهر، وبيقول لك انت هات سكن واكل وشرب، وده انا ما بفضلوش لان السكن غالي ومش بيتلاقي، فمش لطيف بالنسبه لي، مش بحبه. لو لقيتوا النوع الاول اوكي، ما لقيتوش خلاص هاتوا التاني وخلاص، بس تحاولوا تشتغلوا بقى حاجه جانبيه بقى. فرصة التطوع هي 8 ساعات في اليوم. انت هتتطوع بوقتك وبمجهودك للمكان ده لمدة سنة. طيب انا بعد السنة دي هيمشوني لو انت عرفت تغير الفيزا بتاعتك لحاجة تانية، زي مثلا اوس بيلدونج، عمل، اتجوزت مثلا هنا. بس طبعا انا ضد موضوع ان حد يتجوز عشان خاطر الحاجة دي. انت لو اتجوزت هنا تبقى موافق يعني. ما علينا، بدون دخول في تفاصيل. اي سبب إن كان يدخلك يخليك ان انت تدخل وتقعد وتقيم في المانيا هنا بصوره رسميه وتغير الاقامه بتاعتك. طيب ايه الشروط يا رب؟ اقول لكم ايه الشروط. اول حاجه، مش طالبين مستوى لغه عالي، ان يكون عندك 2 مستوى بس في الالماني، اينس اتسفاي، وده سهل جدا على فكره. تقدروا تدرسوهم بسهوله، وتقدروا تدرسوهم من على اليوتيوب وتمتحنوا فيهم من جوتا. هم عايزين شهاده معتمده، مش شرط ان انت تكون دارس في جوتا لان جوتا غالي جدا، او في مكان معتمد. بس لو انت عندك امكانيه فلوس روح اي مركز لغه بصراحه، انا بفضل كده. بس لو ما عندكش امكانيه يا حبايبي، اليوتيوب ما خلوش اي حاجه خالص. ادخلوا على اليوتيوب هتلاقوا كل التفاصيل، وهتلاقوا اينس بدرس مشروح. بس اشتروا الماتيريال من اي مكان بيبيع الماتيريال، بحيث ان انت يبقى معاك الكتاب قدام عينك كده وتحاول تدرس وتقرا وتكتب وكده. ولو حد عايز الماتيريال PDF او الجو ده هتلاقوها برضو على النت موجوده. ف بس تروح تمتحن في جوتا اللي هو فايدة، وتجيب الشهادة بتاعتك دي. أول شهادة مطلوبة. تاني شهادة مطلوبة هي شهادة تخرجك، سواء كان ثانوية، كان دبلوم، كان معهد متوسط، كان معهد كان كلية، أيا كان الشهادة بتاعتك هتاخدها تروح تترجمها عند مترجم معتمد. كده معاك شهادتين. الورقة الثالثة هتبقى إيه؟ خطاب تحفيزي. خطاب تحفيزي شرحت لكم قبل كده، تقدروا تعملوه عن طريق مواقع الذكاء الاصطناعي زي شات GPT وهايبر رايت، بيعملوه تحفة. فتقدروا تعملوه عن طريقهم. بلاش شركات، بلاش شركات، لان اغلبهم بيعمل نفس الخطاب التحفيزي لكل الناس. فانت اعمله عن طريق الحاجه دي، المواقع الذكاء الاصطناعي. لو مش عارفين يعني بتسالوني اقول لكم ازاي في الكومنتات لو في حاجه وقفت معاكم. في حاجه كمان، ان انت برضو بتعمل CV لطيف ليك كده، ويفضل ان انت تكون مثلا متطوع في حاجه شبه كده، مش شرط يعني. بعد كده خلاص اتقبلت في مؤسسه. انت مثلا بتقدم في 50 مؤسسه، لازم تقدم كتير جدا، واللي هتتقبل فيهم قليل مش كتير. فانت الموضوع محتاج ان انت تقدم كتير، بس فرصه قبولك عاليه برضو يعني، مش قليله. بس يعني مثلا 50 مؤسسه ممكن تتقبل في 2 3. تمام. هتفاضل وتشوف مين فيهم الافضل. مثلا في مؤسسه قالت لك اوكي انا هبعت لك العقد العمل والكلام ده وانت معانا، هتبعت لك عقد العمل، هتروح بيه على السفاره، المؤسسه تتكفل بكل حاجه، حتى الفيزا بتاعتك هي بتدفعها لك. انت بس بتدفع ثمن التيكت بتاعه الطيران بتاعتك بس. ولو كنت جاي من دوله زي دول الصين والدول اللي هي البعيده بتاعه التذاكر بتاعتها غاليه، بيدفعوا لك نص ثمن تيكت الطيران. هتسالوني تقولوا لي فرصه حلوه ولا وحشه؟ اقول لكم حلوه، فرصه جميله. اوكي انت سنه من عمرك هتضيع وقتك في حاجه زي دي، بالنسبه لك دي مش هتعرف تحوش من 500 يورو عشان تبقوا عاملين حسابكم، او من المبلغ اللي بيديهولكم. بس فرصه حلوه قوي للمستقبل لقدام، ان انت تعرف تحط رجلك هنا وتعرف تكمل. هتقوي لغتك من فاي مثلا في السنه دي، مع معاملتك مع الالمان هتعرف تقوي لغتك كويس جدا. بس كمان الشغل برضو بيحتاج طولة بال، وبيحتاج نفس حلوه كده، اللي هي حد مشرك. انت بتتعامل مع ناس لا حول لها ولا قوه، فلازم يبقى عندك
طولة بال وحد لطيف، تبقى حد ظريف، تتعامل مع الناس بلطف. وبس والله، لو استفدتوا ما تنسوش لايك شير والحاجات دي. ومع السلامة. لو اي سؤال عندكم في الكومنتات، وانا هحط لكم لينك التقديم في الكومنتات تحت.